الناس دايما كانت بتسأل يا ترى أستاذ شوكت فين؟ يا ترى أستاذ شوكت حصل له إيه؟ أنا شوكت شامش، أنا كنت بطل رياضي. احكي لنا بقى إيه قصة الحزام؟ في دكتور في امريكا عامل حزام تعديل لعمليه التكميم. عملت عمليتين، شلت الاكسس بورت بتاعته في عمليه، وشلت الجهاز نفسه في هو عمليه. بيبقى له زرار كده، ده اللي بتحقن فيه، فده شلناه وبعدين بالظبط شلنا كده. الحزام نفسه. الوزن زاد معايا جدا، دهون على الكبد، دهون في الشرايين بدات تسد الدنيا، دخلت في دعامه وقسطره ومش عارف، دخلت في حاجات بسبب السمنه. كان كان السكر كان بيوصل سكر لأرقام كنت عالية جدا. سكر كنت اه. باخد 50 وحدة مع كل طاقة. وضع السكر معاك إيه؟ هل السكر راح فعلا؟ قبل ما اكمل سنة اه. كنت السكر انتهى نهائي من عندي، ما باخدش انسولين خالص، ما باخدش اي حاجة. فاللي جرب عمليتين يقدر بشكل كبير يقارنهم بشكل مباشر. ايه رأيك في دي؟ ايه رأيك في دي؟ مين احسن؟ مين كلت معاه احسن؟ مين خسيت معاه بشكل افضل؟ واكبر عيوب لكل عملية من الاتنين؟ لا، هي تعتبر عملية التكميم افضل اه. لانها عمرها طويل. الاستمرارية بتاعتها كانت ما فيهاش تكنيك، كل شهر لازم اروح اعمل حاجة، وكل عملية الحزام كانت عايزة واحد فاضي بعديها. الناس دايما بتتكلم ان عملية التكميم عملية ليها وقت صغير او سنة اتنين تلاتة، بعدين عملية بتوسع بترهبط الشخص، اكلته فجأة بتزيد جدا وبيرجع تاني لوزنه السابق. انا مجرد ما بفتكر الاكل وان انا كنت عامل عمليه خلاص بقوم، لان انا اصلا كده كده اكلتي بقت الربع تقريبا، لان أنا شبعت بقوم خلاص، ما بكملش بعد الشبع ولا لقمه واحده. وفرقت معايا كتير قوي قوي يعني قوي في كل حاجه. بقيت انزل المسجد اصلي وانا واقف، ما فيش، انا كنت بصلي وانا قاعد على كراسي على طول يعني. في ناس كتير جدا بتخاف تقول لك انا هعمل عملية، انا وزني كبير، لما اخس 50 70 كيلو هيبقى عندي جلد، هيبقى شكلي مش كويس، هيبقى وضعي كذا. انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ ازاي منعته او حصل؟ يعني انا ما عملتش اي حاجه ما عملتش عمليات للترهلات، ما عملتش حاجه، ما جريتش وراها يعني. ايه هي اكتر حاجة انت مفتقدها بعد عملية تكميم؟ بقيت اقوم من على الاكل بسرعه. انا بحوش عن نفسي المرض والتعب والزياده اللي ملهاش لازمه. هو الراجل عموما لازم يبقى ويل بيلد. انا ساعه ما دخلت العمليه كنت 147 كيلو، النهارده انا 100. ايه اكتر حاجة انت استفدت منها او فرقت معاك بعد العملية بقى؟ صحيا اه. ونفسيا. عايز اقول لحضرتك، انا كان في موقف بيحصل معايا يعتبر يعني، كنت ساعات ما بلاقيش هدوم، ادور على هدوم ليا مش عارف اجيب. لو شايف حد وزنه عالي او شايف حد عمل عملية سمنة قبل كده وفشلت معاه من عمليات قديمة، تدبيس، فراشة، حزام، او ايا كان عملية قديمة اللي هو عاملها، كشكشة، يعني تقول له خليك زي ما انت في عمليتك وخلاص، مش هنفضل داخلين خارجين على عمليات، ولا انت تنصحه بايه؟ لما يبقى نسبه النجاح 90%، 99%، لا ارقام ما تخوفش حد.